أهلا بكل مشاهدينا حلقة جديدة وخط أزرق، حلقة الجمعة 11 سبتمبر 2015. حلقتنا النهاردة هنتناول من خلالها أسرار العلاقة اللي بتربط بين الكيان الصهيوني إسرائيل وإيران. هذه العلاقة لها جذور تاريخية هنتعرف عليها، وهنعرف إيه هو المعلن وإيه هو الخفي في هذه العلاقة اللي بتتسم بأنها علاقة ذئاب الشرق الأوسط يتنافسون على البرنامج النووي اللي من خلاله يقدروا يسيطروا على مقدرات الأمة. بالطبع إسرائيل سبقت بشكل كبير، ومن وراءها حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، وهي خارج إطار المساءلة الدولية عن البرنامج النووي، وبتمتلك سلاح نووي وترسانة نووية ضخمة للغاية، مرعبة بمعنى الكلمة. إيران بتحاول إن هي تدخل النادي النووي، وهي دي أصل المشكلة ما بين إسرائيل وإيران. لكن في الحقيقة هناك نقاط التقاء كثيرة جدا في مختلف المجالات. لو عايزين نتكلم اقتصاديا، عسكريا، سياسيا، المصالح تتصالح ما بين الذئبين دول، إنجاز التعبير. الواقع بيقول إن العلاقات دي بتتم بمباركة وبنوع من أنواع الرعاية الأمريكية، إنما في نفس الوقت القاهرة بتلعب دور كبير جدا كرمانة ميزان في ضبط هذه العلاقة، بالإضافة طبعا للرياض كقوتين عربيتين عظميين في منطقة الشرق الأوسط. هنتكلم عن تاريخ العلاقة إلى الآن، وإيه اللي بيجمع ما بين الإسرائيليين والإيرانيين. حلقة في منتهى الأهمية بدعوكم لمتابعتها، بالإضافة لعدد من التقارير اللي بنكشف فيها الكثير من الحقائق حوالين هذه العلاقة. بالإضافة لكده هيكون عندنا فقرة الأخبار اللي من خلالها بنتعرف على ما يدور في الصحافة الإسرائيلية خلال الأسبوع اللي فات. لكل مشاهدينا عبر شاشة القناة الثانية المصرية، التردد الأرضي والتردد الفضائي عبر النايل سات، ولكل مشاهدينا اللي بيتابعونا في الإعادة من خلال القناة الفضائية المصرية الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بنحييكم وبنطلع مع حضراتكم لفاصل، وبندعوكم لمتابعة حلقتنا بعد هذا الفاصل وفقراتنا المختلفة وخط أزرق. خط أزرق لأول مرة على التلفزيون المصري. نتنياهو: خامئني يعتبر أمريكا الشيطان الأعظم ويتوعد إسرائيل بالدمار، وهذا لن يحدث. معاريف: تخبط داخل أروقة أجهزة المخابرات والخارجية ومجلس الأمن القومي حيال اكتشاف الغاز المصري.
الكنيست تقر اتفاق استخراج الغاز الطبيعي من حقول البحر الأبيض المتوسط بأغلبية 59 صوتا مقابل 51. هارتس تشييد سياج على طول الحدود مع الأردن. السياج من المقرر إقامته بجوار مطار تمناع وبطول 30 كيلومترا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه في غضون عام. هارتس إرجاء البت في تعيين هيرش قائدا للشرطة. فريق التفتيش ومراجعة ممتلكات هيرش في جورجيا يتقدم بتقرير إلى المستشار القانوني للحكومة ويشير النتائج سوف تستغرق وقتا طويلا. إسرائيل هيوم طالبة قبطية تحصل على 0 بالثانوية العامة بمصر. يدعوت أحرنوت. رجعنا لحضراتكم وتحليل الأخبار، ودايما بيصحبنا في فقرة تحليل الأخبار ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني في جامعة اسكندرية. هو النهاردة مش معانا لأنه في يعني مهمة علمية لليابان، وتحديدا في جامعة دوشيشا اليابانية، وفي مؤتمر كبير بيقام في هذه الجامعة، مؤتمر لحوار الأديان. دكتور أحمد بيمثل خط أزرق في هذا المؤتمر، وهو معانا على التليفون مباشرة من اليابان. مساء الخير يا دكتور أحمد. يعني على الله الرحلة الطويلة دي ما تكونش أرهقت حضرتك، أنت لسه واصل النهاردة؟ يعني حوالي 24 ساعة في المواصلات يعني، بس يعني الواحد سعيد إن هو ياخد تجربة. طبعا اليابان أولا بعيدة، لكنها ليها حضارة عميقة وليها طبعا بصمة كبيرة في الحياة المعاصرة، في يعني يمكن كل بيت فيه منتجات يابانية يعني. أكيد. بنكلم حضرتك وانت الآن في اليابان مباشرة لحضور مؤتمر عن حوار الأديان. عايز حضرتك تقول لي في 30 ثانية كده أهمية المؤتمر ده إيه، وهل الأديان كلها ممثلة في هذا المؤتمر، سواء طبعا الأديان السماوية، هو المؤتمر لحوار الأديان السماوية، سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. تمام. وطبعا أهميته ترجع في الحضور كبير لمصر، في استاذنا الدكتور محمد الهواري، في استاذنا الدكتور جمال الشاذلي، في الدكتور امل من اداب القاهره ياباني، والحقيقه في ابحاث مهمه جدا، عناوين مهمه جدا، منها يعني اللي هو الجزء الخاص بالزنا ومحارم الزنا، ومعاملة الأسرى، لأن حضرتك عارف في أسيرين يابانيين تم يعني ذبحهم من قبل داعش. نعم. نعم. احنا طبعا لينا في ليبيا حصل في نفس الكلام، وفي معاملة لإسرائيل طبعا سيئة جدا، فيها قتل، وهم فيها مباهاة كده، مباهاة من الجانب الإسرائيلي بقتل الأسرى. كل ده محل بحث ودراسة، واعتقد انها توصل لنتائج مهمه جدا. ان شاء الله يكون مؤتمر مهم. هل الجانب اليهودي ممثل في هذا المؤتمر؟ يعني بشكل مش مباشر يعني. هو حد يتناول قضيه يهوديه، انما هو مش اسرائيلي طبعا ولا يهودي. طيب، هرجع مع حضرتك للعناوين اللي كانت في الصحافة الإسرائيلية هذا الأسبوع. يعني عرضنا قبل ما نعمل مداخلة مع حضرتك عدد من هذه العناوين. يعني عايز طبعا بما أننا بنكلم حضرتك في اليابان مش هنطول قوي، فيعني عنوان أو اتنين تقول لنا ما وراء هذا الخبر وأهميته. هتختار إيه يا دكتور أحمد؟ يعني هو طبعا الغاز واضح ان هو اثر، حقل الغاز المصري اثر واضح على الجانب. احنا بقالنا 3 أسابيع في الموضوع ده، هم متابعينه. وطبعا واضح كمان موضوع الفساد بتاع الشرطه الاسرائيليه. ايوه. فشلها في اكثر من واقعه في الفتره الاخيره. نعم. في مقابل تخبطهم في موضوع هيرش وازاي يجيبوا قائد. هو الى الان موضوع هيرش ده لم يحسم يا دكتور احمد؟ واضح ان هو تفاقم وممكن يكون ليه اثار يعني بعيده المدى، لكنه بيتشبث بهذا الشخص الفاسد يعني. تمام. طبعا الصيد في الماء العكر، موضوع
الطالبة طالبة الصفر المصرية، الصحافة الإسرائيلية تناولتها ازاي دي يا دكتور أحمد؟ انها قبطية وانها ضربت وانها من المؤكد ان كذا، وعشان زي ما حضرتك قلت الخبر ده منشور في دعوة أحرنوت، يعني هو حضرتك وصفته بالصيد في المياه العكرة يعني. للأسف طبعا. وده لازم يكون محل يعني مراجعة وتعليق قوي من الخارجية المصرية ممكن اتفضل. نعم. احب اقول بقى اللي ما جاش في اللي ما قلناهوش اعادة افتتاح السفارة. تمام. فطبعا اولا يعني مخبين مكانها، يعني في تستر، حتى الصورة اللي اتنشرت في الصحف الإسرائيلية للحدث صورة أرشيفية. العمل القنصلي واضح انه هيستمر، اللي هو التأشيرات من خارج مصر، يعني خطوة سياسية في توقيت إعادة الفتح هو نفسه توقيت إعادة. طيب بعض المراقبين دكتور أحمد، بعض المراقبين للصحافة الإسرائيلية والمتابعين ليها شايفين ان الإعلام الإسرائيلي ما ألقاش الضوء بالشكل الكافي على سواء إغلاق السفارة الإسرائيلية أو إعادة فتحها، والموضوع ده اللي احنا في صحافتنا مهتمين بيه ومواقع التواصل الاجتماعي عندنا مركزة عليه. عندهم هم يعني معدينه كده حتى في الصفحات الداخلية والكلام ده. الكلام ده مظبوط ولا لا، ومدلوله ايه؟ هو طبعا الافتتاح قبل الأعياد في عيد السنة اليهودية كان محل برضه استغراب، يعني كان ممكن الافتتاح يتم بعد الأجازة مش قبل الأجازة اليهودية، فده يدل على عجلة. الجزء الثاني اللي بيقولوا ان السفارة تم اغلاقها بعد ثورة يناير، هو مش بعد ثورة يناير، بعد جريمة حصلت من الجانب الاسرائيلي على الحدود، فتم رضبة شعبية كبيرة. تمام. احتشدت الجماهير، نزل العلم، في ناس اقتحمت المقر نفسه، ما اكتفتش بالاحتجاج من الخارج. تمام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد لطاقم البرنامج، يعني وحشونا. يعني إن شاء الله هتلحقنا الجمعة الجاية ولا هتكون لسه في السكة؟ إن شاء الله تكون معانا الجمعة الجاية يا دكتور أحمد. ويعني كل التوفيق للأساتذة المصريين والعلماء المصريين اللي بيشاركوا في مؤتمر حوار الأديان في جامعة دوشيشة اليابانية بالتعاون مع مركز دراسات اللغات الشرقية في جامعة القاهرة والعديد من الجامعات المصرية الأخرى. بنشكر أستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور مباشرة من اليابان، وهنروح بعد الفاصل للفقرة الرئيسية اللي معانا اللي ضيفنا فيها هيكون الأستاذ الدكتور حسن السعدي، أستاذ الحضارة المصرية القديمة في جامعة الإسكندرية ومدير التعليم الدولي في جامعة الإسكندرية. هنتناقش مع ضيفنا الكبير الدكتور حسن في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الإيرانية وصولا للي احنا فيه النهارده، نقاط الالتقاء ونقاط التماس زي ما بنقول ونقاط الخلاف اذا كان خلاف. طبعا الجاليه اليهوديه في ايران محدش يعرف كتير ان هناك جاليه كبيره، جاليه يهوديه كبيره ومؤثره للغايه، من كبار رجال الاقتصاد في ايران يهود او اصلهم يهودي. كل هذه الأمور الخفي والمعلن في فقرتنا الرئيسية النهاردة في خط أزرق، لكن هنروح للتقرير اللي هنتابعه معاكم دلوقتي. هنشوف في هذا التقرير أيضا لقطات حصرية لأول مرة على شاشة التلفزيون المصري، وأيضا معلومات جديدة عن الاتفاق النووي الإيراني الإسرائيلي، ومن بعدها نتابع مباشرة إن شاء الله فقرتنا الرئيسية في خط أزرق. منذ الكشف عن الجوانب السرية للبرنامج النووي الإيراني عام 2002 وإسرائيل توليه أهمية قصوى، وفي سياق سعيها إلى حشد جهود المجتمع الدولي لوقفه، ادعت أن المشروع النووي الإيراني يمثل خطراً على وجودها، وهددت مراراً باستعمال القوى العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية وسيلة للضغط على المجتمع الدولي للتحرك عسكرياً ضد إيران، أو على الأقل فرض مزيد من العقوبات عليها وتعميق عزلتها الدولية. وكان بنيامين نتنياهو من بين كل رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبين الأكثر تناولاً للمشروع النووي الإيراني ومطالبته بوضع حد له، بيد أن نتنياهو وخلافاً لمن سبقه من زعماء إسرائيليين
اختلف مع الإدارة الأمريكية ورفض علناً سياستها الهادفة إلى إيجاد حل سياسي لأزمة البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي وتر علاقات إسرائيل مع واشنطن بشكل غير معهود، إذ سعى نتنياهو إلى فرض رؤيته المتمثلة بإزالة البنية التحتية للمشروع النووي الإيراني كلية، إما بضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية تقوم بها الولايات المتحدة أساساً، أو بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية الخانقة على إيران لإرغامها على تفكيك مجمل مشروعها النووي. لذلك عارضت حكومة نتنياهو بشدة اتفاق جنيف التمهيدي الذي تم الوصول إليه في نوفمبر 2013 واتفاق الإطار الذي أبرم في إبريل من العام الجاري، ومن ثم الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه أخيراً. ثمة دوافع متعددة حيال الرفض الكامل الذي تتبناه إسرائيل صوب المشروع النووي الإيراني، وأيضاً حيال ردود أفعال رئيس الوزراء نتنياهو الحادة، فإسرائيل قوة نووية. وبموجب التفاهم الذي تم التوصل إليه عام 1969 بين الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون ورئيسة الحكومة الإسرائيلية حينها جولدا مائير، وافقت الولايات المتحدة على بقاء إسرائيل دولة نووية غير معلنة. وطبقاً لذلك الاتفاق قبلت إسرائيل عدم الإعلان عن نفسها دولة نووية وعدم إجراء تجارب نووية، مقابل التزام الولايات المتحدة عدم الضغط عليها للانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. ووفق كل المعطيات تتملك إسرائيل ترسانة كبيرة من القنابل النووية والهيدروجينية والنيترونية، فضلاً عن وسائل إطلاقها من طائرات وصواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد عنها آلاف الكيلومترات. وهي تمتلك كذلك مركز قيادة وسيطرة محصناً ومحمياً من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشاملة الأخرى لإدارة حرب نووية، ومن ثم لا يوجد خطراً حقيقياً جراء المشروع النووي الإيراني كما يسوق له الكيان الإسرائيلي، وكما يدعي بأنه يهدد أمن ووجود إسرائيل. وإنما الحقيقة الأمر أن الرفض الإسرائيلي انطلق من السعي وراء احتكار السلاح النووي في الشرق الأوسط ومنع إيران وأي دولة أخرى من الحصول عليه. وقد بات احتكار إسرائيل السلاح النووي جزءاً من نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، وهو أحد أهم العوامل المؤثرة في تعزيز سياسة الاستقواء وبسط النفوذ والتوسع والعدوانية التي تتبعها إسرائيل في المنطقة، ويساهم في الحفاظ على مكانتها بصفتها أقوى دولة إقليمية في المنطقة. وهذا ما ظهر بوضوح في ردة فعل حكومة نتنياهو وكذلك المعارضة، فوصف نتنياهو الاتفاق الإطاري بالخطأ التاريخي، وأن الدول العظمى تجازف بمستقبلنا، وأن العالم أصبح بعد هذا الاتفاق أكثر خطورة مما كان عليه بالأمس، وأن الاتفاق يمكن إيران من امتلاك القدرة على إنتاج ترسانة كبيرة من الأسلحة النووية. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ليست طرفاً في هذا الاتفاق وليست ملزمة به، وستستمر في الدفاع عن نفسها. ولم يقبل نتنياهو تطمينات الرئيس أوباما في الحديث الهاتفي الذي تم بينهما غداة الإعلان عن الاتفاق بأن بنود الاتفاق تغلق الباب بالكامل أمام إمكانية حصول إيران على سلاح نووي، ودعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري السياسي الذي قرر بالإجماع رفض الاتفاق، وأعلن أن إسرائيل غير ملزمة به. وعلى صعيد المعارضة فقد رفضت أيضاً الاتفاق ورأته سيئاً جداً، وانتقدت في الوقت نفسه نتنياهو لفشله في التصدي للمشروع النووي الإيراني ولتوتيره العلاقات مع الإدارة الأمريكية، الأمر الذي أثر في مضمون الاتفاق. فقد صرح يتسحاق هيرتزوغ رئيس حزب المعسكر الصهيوني وزعيم المعارضة أن الاتفاق النووي سيء ويهدد أمن إسرائيل، وقال إنه على الرغم من الخلافات مع نتنياهو بشأن إدارته الملف النووي وبشأن خلافه مع الإدارة الأمريكية، فإنه عند الحديث عن أمن إسرائيل يقف المعسكر الصهيوني موحداً وبكل قوة مع أمن إسرائيل. وعلى الجانب الإيراني فقد جاءت ردة الفعل مرحبة، حيث يعد الاتفاق نقطة انطلاق لبناء الثقة بين طهران والمجتمع الدولي، كما وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده لن تسعى أبداً لامتلاك السلاح النووي. أهلا بكل مشاهدينا. الفقرة الرئيسية النهاردة في خط أزرق والعلاقات الخفية والمعلنة ما بين إسرائيل وإيران. الحقيقة احنا هنتناول هذا الموضوع بتأصيل علمي بعض الشيء، لأني علشان نعرف أصل هذه العلاقات لازم نجيب التاريخ البعيد كمان،
والحقيقة يعني ما نقدرش ننكر أبدا أن إيران تاريخ عريض، مملكة الفرس من قديم الزمان، من الممالك العظيمة. وأيضا حاول اليهود دايما أن يكون ليهم علاقات مع هذه الممالك الكبيرة، فالتاريخ هيدينا مؤشر لطبيعة هذه العلاقات ووصولها إلى ما هي عليه الآن. ضيفنا اللي مشرفنا في هذه الحلقة هو أستاذ وعالم متخصص في هذا الشأن، أستاذ الدكتور حسن السعدي، أستاذ التاريخ المصري القديم والحضارة المصرية القديمة في جامعة الإسكندرية، هو مدير التعليم الدولي في الجامعة، ويعني له مقالات كثيرة وآراء كثيرة منشورة في مختلف المجلات والجرائد المصرية الكبيرة. مشرفنا أستاذ دكتور حسن بيه. الشرف لي طبعا، وأنا سعيد بهذه الإطلالة في هذا البرنامج المحترم الحقيقة، والأسلوب المتميز في تناول القضايا، لا سيما عندما تكون مع عدو تاريخي حكمت الظروف أن لابد أن نتعامل مع وجوده بأنماط مختلفة من أساليب السياسة وتنوعها، بحكم مرونة الرؤية المصرية في التعامل. نعم. دون أن نغفل زي ما حضرتك تفضلت من قبل البعد التاريخي في هذا الطرح يعني. طيب يعني عشان ندخل في الموضوع نعم. مباشرة دكتور حسن، يعني ايه هي اهم المحطات اللي ممكن نضع ايدينا عليها في العلاقات اللي ربطت ما بين مملكة فارس قديما واليهود، وتأثير ده على المعادلات السياسية حتى يومنا الحالي؟ نعم، هو طبعا يعني كلام حضرتك في صميم الموضوع من منطلق اني الجانب اللي دايما بنتناوله اللي هو الجانب اليهودي، ثم بعد ذلك الكيان السياسي ممثلا في دولة إسرائيل، لا يمكن أن يفصل بحال من الأحوال بين المعتقد وبين التاريخ وبين الواقع الفعلي في التعامل. المحطة الرئيسية أو نقطة الانطلاق الحقيقة كانت بعد قضية السبي البابلي، اللي اليهود زي ما لعبوا في العصر الحديث على قضايا المحرقة والنازية وما إلى ذلك، لعبوا على هذه الوتيرة الخاصة بالعالم القديم لما تم السبي على يد نبوخذ نصر في القرن السادس قبل الميلاد. واللي يفهم البعد التاريخي يعرف أن سياسة التهجير أو الديبورتيشن المعروفة كانت سياسة معروفة في العالم القديم. يعني التوطين غير التهجير هنا. أيوة. فهو حصل عملية السبي واستقروا في بابل، جزء منهم هرب على مصر وتم تسكينه في منطقة إليفنتين جنوب أسوان. النقطة دي مهمة. يعني لازم هنتناولها. أكيد. السلسلة بدأت من هنا، يعني بمعنى إيه؟ إن لما ظهرت بلاد الفرس كقوة عظمى وبدأت تتعامل مع القوى البابلية لحد ما نجحت في القضاء عليها، أصبح قورش اللي هو قورش الكبير أو الأكبر اللي نجح في الانتصار على البابليين، أصدر مرسوم يعطي اليهود الحق في العودة إلى بلدهم. هنا بندخل عند مفهوم البطل القومي عندهم. أيوه. اللي هو جعلوا منه الحقيقة بطلا قوميا. الادعاءات اللي هي كانت بلادهم أو أورشليم تحديدا تم تدميرها، وطبعا الكلام ده معظم الدراسات قالت ان كانت التدمير جزئي، لكن هم شطار في قضيه استثمار الموقف الصغير وتضخيم الامور والكلام ده. يعني عايز اقول لحضرتك ان حتى الموروث الوجداني قائم عند هذا الشعب. طب دكتور حسن، يعني الممالك القديمه دي كانت قائمه على فكره الصراع، وعبر تاريخ اليهود هم يتقنون اللعب نعم على وتيرة الصراعات الأمم. نعم. فكان دور اليهود إيه في هذه الصراعات ما بين ممالك الحضارة القديمة؟
ما هو زي ما بقول لحضرتك هم نجحوا في تسهيل مهمة انتصار الفرس على البابليين. ولما بدأ الفرس يمتدوا في محاولة للسيطرة على العالم القديم، وطبعا كانت مصر رغم ان هي كانت في مرحلة يعني بتحتضر سياسيا وليس حضاريا، ده ما اداش يعني اداهم بعض الحركة في ان هم يتصلوا بالفرس، نوع من انواع رد الجميل، او باليهود اللي كانوا موجودين في بابل بعد ما اصبحت تحت سيطرة الفرس. وقالوا لهم ان هم على استعداد. وفي طبعا يعني المراسلات موجوده في حاجه معروفه اصطلاحا ببرديه اليفنتين. بيتقال ان فيها كل هذا الكلام. الحقيقه ده يبين مدى لعبهم زي ما سيادتك تفضلت على موازين القوى. وجزئيه الصراعات يعني ما هو الصراع الفارسي مع بقايا القوى التقليدية في المنطقة بعد نجاحهم في القضاء على الدولة البابلية الكلدانية يعني، ثم بالنسبة لمصر ده يبين مدى استمرارهم. الحقيقة اللي عايز أقوله أن المحطة الثانية هي استمرار لوجود اليهود اللي فضلوا في بابل أو بلاد الفرس بقى بشكل عام، اللي هي أوجدت على المستوى العقيدي إحدى القديسات من وجهة نظرهم اللي هي إستر أو إستير. لما نجحت في أخريات العصر الفارسي أن هي تقنع الحاكم بما لها من جمال ودلال وما إلى ذلك بعدم القضاء على بني قومها، بل والقضاء على أقرب أعوانه. دي كانت محطة مهمة جدا. ليه؟ لأنها اعتبرت حالة من حالات الخلاص. ما بين الحالتين دول لما أصبح من حقهم ان هم يرجعوا اورشليم او بمرسوم قرش، في منهم رفض وانساحوا هم علشان يعملوا مقاربة بين هذا التيه والتيه السابق له والتيه العصر الحديث. عملوا حلقة من حالات التربيط بين كل هذه المراحل التاريخية. لكن هي زي ما سيادتك قلت وتفضلت بأنها مجموعة من المحطات. محطة إستر دي مهمة جدا لأنها تحولت إلى مفهوم عقيدي. وأصبح له صيام 3 أيام وأصبح له عيد وضعوه عندهم عيد من أعياد الخلاص. يعني ذكرنا في كلامنا جزء غالي من أرض مصر في جنوب أسوان وهي جزيرة إليفنتين، وتمركز عدد من اليهود في هذه الجزيرة قديما. إيه الفكرة في اختيارهم هذا المكان، وإيه يعني نقدر نقول عملوه في هذا الموقع ليهم، وهل بيحاولوا ان هم يستفيدوا من ده بشكل او باخر؟ والله شوف، هو طبعا الحد الجنوبي دايما في مصر حد مهم جدا. هل كانت رؤية هو طبعا مش هم اللي اختاروا، لكن هل في عدة اعتبارات مرتبطة بان هم يتم ابعادهم عن كافة مفردات السياسة المصرية آنذاك، لأن كان المجتمع يعج بالأجانب، والمصريين كان عندهم حالة من حالات الرفض الداخلي للكثير منهم. فأنا بتصور الحقيقة أن معطيات السياسة فرضت على الحاكم انه يوطنهم في مكان بعيد عن الاحتكاكات. مش عايز اقول فكرة الدرع البشري عشان ما ادهمش مقومات ربما ما هياش مطروحة، لكن حتى لو ده فرض يعني انا اشك في الفكر المصري القديم انه يجعل من الاغراب اول درع يقاوم على الحدود. طب بس هي هنا ده هيوصلنا لفكرة الاقليات اليهودية حول العالم. نعم. ومنها الأقلية اليهودية في بلاد الفرس نفسهم، إيران. إيران يعني هو تقلصت من حسب آخر الإحصائيات، أصبحت دلوقتي حوالي 30,000. نعم. لكن اللي لازم نعرفه أن في المقابل في حوالي 20,000 يهودي
من اصول ايرانيه موجودين في المجتمع الاسرائيلي، وبعدين دول وصلوا لاعلى المناصب. لا يعني كميه هقول لحضرتك حاجه. رئيس الدوله السابق كاتساف كان من اصل اصفهاني. وزير الدفاع شاول موفاز كان من اصل اصفهاني. فاللي عايز اقوله ان وشائج الارتباط التاريخي، يعني حتى في الدولة الصفوية لما جت وحكمت وفرضت المذهب الشيعي، بدأ هنا فكرة التخفي، بدأ اليهود يستثمروا الموقف، حتى سموهم المسلمين الجدد. هم ليسوا بمسلمين، لكن طب وماله؟ إذا كان التيار مع اسلامنا ليه لا؟ قبلها يعني الواحد لو استعرض من ايام الفتح الاسلامي للمنطقه، يعني احنا كده بناخد شويه محطات، يعني مراحل تاريخيه كلها. يعني حتى في الفتح الاسلامي ازدهر اليهود ولم يجبروا على الاسلام. ايوه منهم المنافقين، حتى مرحله المغول بالعكس ده ظهر منهم نتيجه للانطلاقه الفكريه اللي شافوها في الحكم الاسلامي في المنطقه في ايران وغيره. ظهرت فئه القرائين اللي هي كانت ما عندهاش رغبه في اعتماد التلمود كجزء من الكتب المقدسه بالنسبه لهم، او سميها حضرتك زي ما تسمي. لكن ظلوا على انتعاشتهم الاقتصاديه والفكريه والمذهبيه طيله الفتره دي. يمكن بس الدوله الصفويه لما فرضت عليهم التشيع قبلوه من منطلق ان ده ربما يكون مدخلنا لاقرار تواجدنا فيها. وده برضو يربط شويه احيانا بين غلاة الشيعه وغلاة اليهود في فكره تبني الفتن في المجتمعات اللي بيروحوها. يعني الخلفيه التاريخيه يعني هنا فكره التشدد الديني، يعني ما بين اليهود يعني الدوله قائمه عندهم على فكره الدوله الدينيه، والشيعة في إيران اللي الدولة قائمة أيضا على فكرة الدولة الدينية. ده أنا يمكن وأنا براجع بعض يعني قراءاتي كده، وأنا كنت مهتم طبعا بالكيان الصهيوني من أول ما ابتدأ لحد ما أصبح دولة على أرض الواقع. إني مثلا سنة 1873 كان شاه نصر الدين، وده كان حكم يعني قبل طبعا العثمانيين ما يسيطروا ويقضوا على الدولة الصفوية. الشاه ده وهو في زيارة لإنجلترا قابل عدد من اليهود، ومن ضمنهم إدموند روتشيلد، وكان معروف، وقال له يعني حتى لو كانت الفكرة من قبيل المداعبة، قال له ما تشتري، هو كان طبعا مليونير بلغة عصرنا، ما تشتري حتة أرض وتجمع كل أهلك أو كل بني جلدتك وعشيرتك في أرض وتبقى أنت الملك بتاعهم. فالرجل استخف بالفكرة طبعا وضحك، لكن ناس كتير بيقولوا إن كانت إحدى النبتات لفكرة وطن قومي لليهود. طيب يعني لو وصلنا شوية يعني تاريخ حديث نسبيا، ودولة الشاه في إيران، الأسرة البهلوية، الأسرة البهلوية اللي كانت من أوائل الكيانات السياسية اللي اعترفت بإسرائيل بعد إنشائها، وكان هناك علاقات متميزة جدا بين الدولة البهلوية وإسرائيل. هنا احنا عايزين نعرف من حضرتك ما هو المعلن في العلاقات الإسرائيلية الإيرانية، وأيضا ما هو الخفي، يعني هم بيقولوا إيه وما بيقولوش إيه. شوف حضرتك، هو اللي يتابع المسألة من أيام الأسرة البهلوية يجد أن ظلال القوى الدولية على مسرح الأحداث في العالم لعبت دور كبير جدا في الابس اند داونز او التذبذب العلاقه بين الطرفين. يعني في البدايه لما جت الاسره البهلويه، الحقيقه اليهود وجدوا انفراجه غير طبيعيه في التعامل في المنطقه. لكن سنه 30 تحديدا حدث تقارب بين ايران والمانيا النازيه. فاصبح هنا الخط ان لازم ايران تاخد موقف من اليهود اللي عندها من منطلق، حتى كانوا يسموهم بالعرق الدوني، او يسموهم بمصاصي دماء البشر او الدماء البشريه. فهنا كانوا بيتوائموا مع التوجه السياسي الجديد. لكن لما وقعت ايران تحت الاحتلال
في الفترة من 41 46، وكان موجود الروس والامريكان والفتره اللي ارتبطت بالحرب العالميه، عادت الانتعاشه اليهوديه مره اخرى. ده يبين لنا ان هم دائما ما يركنون على قوه عظمى ايا كانت هذه القوه. يعني عبر التاريخ لو خدنا الصوره البانوراميه اللي انا بعرضها دي، سنجد ان هو لابد ان يكون ميال مع قوه عظمى له ظهر يعني. وبالتالي اللي بيحدث مع امريكا دلوقتي هي مرحله من عشان امريكا هي القوه العظمى. ما فيش يعني لا جديد. بل بالعكس تستغرب حضرتك ان لما قامت الثوره الايرانيه سنه 79 صحيح الدستور اللي صدر ايامها منح لليهود مقعد في البرلمان، والى الان هم ممثلين قائم. بل بالعكس ان في مؤسسات كتيره اقتصاديه هناك وصل الامر ببعضها ان هم يصدروا صحف باللغه الفارسيه. نعم. تنامي العلاقه والبعد الاقتصادي اللي قائم فيها بحكم ان ايران طبعا بما لها من ثروات وبما لها من ثقل كقوه اقليميه لا يمكن ان نغفلها. طبعا اليهود لا يمكن بحال من الاحوال ان يتركوا هذا البعد. وكمان البترول الإيراني لعب دور كبير جدا، وخط الأنابيب اللي ربط ما بين طهران وتل أبيب ومر بالعديد من البلاد. يعني إذا العلاقات الشاه كان بينفذ، والشاه طبعا كان بينفذ أجندة تعاونية. وطبعا يعني احنا أنا مش عايز يعني أغرق في أحداث التاريخ، لكن الوثائق لما ظهرت بعد كده أثبتت مثلا كيف كانوا ضالعين في دعم الأحداث اللي حدثت في الاعتداء على الحرم المكي مثلا سنة 89 آسف. فضيحة إيران جيت الشهيرة طبعا. واللي كانت فيها أسلحة مقابل الإفراج عن الرهائن. كل دي كانت بعض الدول اللي لها اللي فيها تجمعات شيعية كانت هي بتلعب دور الوسيط بين إيران واليهود. طبعا عايزين نوصل للنقطة المفصلية أو المحورية في طبيعة العلاقات الإسرائيلية الإيرانية. وهي البرنامج النووي. إسرائيل متقدمة جدا نوويا وخارج إطار العالم في النادي النووي. ويعني لديها ما لديها مما يرعب العالم كله يفترض. ومش عارف الحقيقة الدنيا كلها سايبة هذه الترسانة النووية الإسرائيلية إزاي. إيران بتحاول الوصول للنادي النووي، والاتفاق الدولي للبرنامج النووي الإيراني مؤخرا يعني طبعا عامل نوع من أنواع الانزعاج الكبير داخل كل الأوساط في إسرائيل. أنا عايز أرجع مع حضرتك للنقطة دي ونفسرها، ايه اللي ليها وايه اللي عليها وايه المعلن وايه الخفي فيها، اللي هو الخلاف النووي ما بين الذئبين بقى انجاز التعبير. لكن في تقرير عندنا اسمح لنا نتابعه مع حضرتك دكتور حسن عن طبيعة العلاقات الإيرانية الإسرائيلية. هنعرف بعض التفاصيل والأسرار في هذا التقرير، ونعود للنقطة المحورية في هذه العلاقة المريبة اللي بتربط ما بين إيران وإسرائيل، وهو البرنامج النووي. نشوف التقرير. شهدت دائما العلاقات الإسرائيلية الإيرانية حالات من التوتر والأزمات، لا سيما بعد الثورة الإسلامية عام 1979، حيث كانت من أهم الأسباب التي أدت لتعميق الخلاف بينهما. ودعم ذلك موقف إيران المؤيد للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، إلى أن العلاقات بين الجانبين لا ترتكز على عداء فعلي، وإنما على مصالح اقتصادية وسيادية مشتركة يخدمها الخطاب العدائي من الطرفين. فعلى صعيد تاريخ العلاقات الاقتصادية، وقعت حكومة إسرائيل اتفاقية شراكة مع حكومة إيران لإنشاء أنبوب نفط يمرر النفط الإيراني لإسرائيل ويتخطاها لدول أخرى. لكن قطعت العلاقات بعد الثورة الإيرانية، مما أبقى إسرائيل مدينة لإيران بمبالغ طائلة لشركة النفط الإيرانية. فقبل الثورة الإسلامية كانت هناك علاقات قوية ربطت بين إيران والكيان الإسرائيلي.
حيث اعترفت إيران زمن الشاه بإسرائيل بعد عامين من تأسيسها عام 48. ورغم أن حكومة مصدق اتخذت قراراً بإغلاق القنصلية الإيرانية في القدس، وهو القرار الذي اعتبره العرب بمثابة تراجع من جانب إيران عن الاعتراف الرسمي بإسرائيل، فأن علاقات إيران بإسرائيل اتخذت بعداً أكثر عمقاً في أواخر عقد الخمسينات بالتحالف الاستراتيجي بينهما في المجال العسكري في مواجهة الأعداء المشتركين لهما العرب والاتحاد السوفيتي. فاستفادت إيران عن طريق هذا التحالف من تدعيم علاقاتها مع العدو الرئيسي للدول العربية في ظل تزايد حدة العداء بينها وبين الأخيرة، خاصة مصر في عهد عبد الناصر، وكذلك العراق بعد انقلاب 1958. واستطاعت إيران الشاه الحصول على السلاح الذي تحتاج إليه من إسرائيل، واستفادت أيضا إيران من مشروعاتها الزراعية والصناعية كمشروع قزوين الزراعي الصناعي. واستثمر أصحاب رؤوس الأموال الإسرائيليون في عدد من البنوك المختلطة وشركات الإنتاج والخدمات الإيرانية، كما أتاحت العلاقات مع إيران لإسرائيل الخروج من حصارها السياسي والإقليمي بتدعيم علاقاتها مع دول الجوار غير العربية. واستطاعت إسرائيل الحصول على النفط الإيراني مصدراً رئيسياً للنفط أثناء عدوان 67 وحرب أكتوبر 73. وكشفت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الصفقات التجارية كانت تتم من خلال شركات تعمل في تركيا والأردن والخليج ومسجلة في أوروبا. كذلك لا يخفي أن علماء فيزياء من البلدين يعملون سويا ضمن مشروع مشترك في مركز سيسامي الدولي للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط الذي انطلق قبل بضع سنوات. وسياسيا، وفي عام 2008 رحبت إسرائيل بالقرار رقم 1803 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن فرض مزيد من العقوبات على إيران، حيث وصفته بأنه قرار مهم يشكل رسالة واضحة وقاطعة على أن المجتمع الدولي لا يمكنه قبول البرنامج النووي الإيراني الخطير، وأن إيران تهدد بسياساتها الاستقرار والسلام العالميين، والتي ما زال حكامها يهددون إسرائيل علناً وتتجاهل مطالب المجتمع الدولي وتخترق باستمرار القرارات السابقة لمجلس الأمن. والآن وبعد مرور قرابة 7 سنوات ثمت تحولات جوهرية في الأرضية السياسية والأجندات والتوجهات وارتفاع وتيرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، كان لهما عظيم الأثر في طرح الاتفاق النووي الإيراني، والذي تصف إسرائيل بالاتفاق الذي فشل قبل أن يبرم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، بنستكمل حلقتنا في خط أزرق عن العلاقات المعلنة والخفية بين إسرائيل وإيران. ضفنا في هذه الحلقة العالم الكبير أستاذ الدكتور حسن السعدي، أستاذ الحضارة المصرية القديمة في جامعة اسكندرية ومدير التعليم الدولي في جامعة اسكندرية. يعني شفنا التقرير دكتور حسن، والسؤال ايه هي مستقبل العلاقة ما بين تل أبيب وطهران في ظل الاتفاق الدولي حوالين هذا البرنامج النووي الإيراني؟ ايه اللي هيحصل؟ شوف حضرتك، هو لازم امسك طرف الخيط فيما يتعلق بتوجهات السياسة الإسرائيلية بشكل عام حيال أي بادرة تراها ربما تقوي طرف من أطراف القوى الإقليمية اللي موجودة حواليه. نعم. سواء كانت إيران أو تركيا أو العالم العربي، بغض النظر عن طبيعة العلاقات اللي بينهم. يعني احنا لن نغفل بالطبع 30 مليار دولار استثمارات للرجال الأعمال الإسرائيليين في إيران. نعم. مثلا يعني. لكن ده جانب هيتحط مفرد من مفردات المواجهه اللي حضرتك بتقول عليه. رقم ضخم جدا جدا طبعا. يعني وده المعلن. والله خلينا في المعلن، يعني احنا ناس اصل هي في اتفاقيات ما بينهم زراعيه وعلميه. صحيح. وطبعا عسكريه. ايران نفسها بحكم طبيعه موقفها المتأرجح بين العالم الإسلامي، يعني الناس دايما بعض الناس يقول لك ايه، اصل قوة إيران النووية وامتلاكها قنبلة
هتضاف للقنبله الباكستانيه، ودي قيمه موجبه للعالم الاسلامي. يا اخوانا احيانا تناول الموضوعات بشيء من التسطيح. اولا قضيه الاسلام مش مطروحه في الاعتبار، عشان بس نبقى من الاول كده. دي لعبه سياسه فيها توازنات وفيها قوى كبرى. مجموعه ال5+1 او اللي هي مجموعه مجلس الامن زائد المانيا، هم اللي تبنوا المساله. الاتفاق الدولي طبعا، واللي كان اللي على فكره اللي ما كانش ايران فيه هينه في التفاوض طبعا. لكن ما من شك برضه ان روحاني كحاكم لازم يضع في اعتباره ان الضغوط الاقتصاديه اللي بيمر بها شعبه. صحيح. ودي مساله، وهو ضرب امثله تمس البعد الانساني في الشعب. يعني حتى المعارض هيراجع نفسه 100 مره لما يلاقي ان دي ربما تمثل انتصار او بلاش كلمه انتصار، لكن على الاقل حاله توافقيه فيما يتعلق بالقوى الكبرى. طبعا ما لو لم يكن الجانب الايراني لديه من اساليب التفاوض اوراق ضغط وعنده اسبابه ما كانش حصل على هذا الاتفاق الدولي. وكميه الحاجات اللي قابلها هي اللي تخليك تستغرب من موقف اسرائيل. بس هي اسرائيل متخوفه مش من نقطه امتلاك ايران لقنبله نوويه، اللي هي المفترض الاتفاقيه حجمتها. هي مستبعده حاليا في ظل الاتفاقيه طبعا، وعلى 15 سنه. يعني انت عندك هدأة من النفس في المرحله دي، انك انت تقدر تتعامل مع الموقف، لان في قوه كانت تتنامى في هذا الوضع النووي. اللي هو كان مين المستشار الرئيسي بتاعه؟ كانت روسيا. طيب هل يا دكتور حسن يعني مخوف اسرائيل دخول ايران اساسا النادي النووي؟ لا، هو الخوف في الاتفاقيه دي اللي هي السماح ليها في المقابل بتعظيم قوتها الدفاعيه. اسرائيل خايفه ان يكون ده حاله من حالات الباب الخلفي للقوة الإيرانية أو استعادة القوة بمفهوم آخر، أو إعادة إنتاج فكرة النمو النووي أو طرق بابه بطريقة أخرى. ليه؟ لأن هم سمحوا من ضمن شروط الاتفاقية بفكرة تنمية الجانب الدفاعي، وده حق مشروع لكافة أطراف المعادلة. بما فيها احنا. صحيح. دي تخوف إسرائيل شوية. طب بس هو هنا يعني احنا بنتكلم عن ميزان قوى مختل في المنطقة بشكل كبير. يعني ما يسمح به المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة من ترسانة نووية إسرائيلية. حتى ألمانيا اللي هي الشريك السادس في دول أو مجموعة 5+1 هي من أمدت إسرائيل بالغواصات النووية اللي بتسمح ليها أن هي تستعمل السلاح النووي يعني مسافات شاسعة. آلاف الكيلومترات. وهي على فكرة الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط اللي تمتلك هذه الغواصات، وهي اللي رافضة تدخل في أي اتفاقية لتحجيم. ده وضع طبيعي. يبقى إذن يعني هنا إسرائيل تستطيع أن تصل إلى عمق أبعد المدن الإيرانية. في حين أن القوى الدفاعية أو حتى الهجومية لإيران لا تستطيع بأي حال من الأحوال يعني أن هي تخترق. مفهوم. يعني فإذا هنا إيه وجه التخوف؟ ما هو في البداية أنا كنت متخوف أنها تمتلك ده، يبقى في حالة من حالات بفرض يعني أن هيبقى في استخدام للغة السلاح النووي. يبقى من طرفين. دي نمرة واحد. نمرة اتنين زي ما بقول لحضرتك ان تعظيم القوى الدفاعية او ان اسرائيل بطبيعتها لن تقبل اي قوة اقليمية في المنطقة ان هي تتجاوز المربع اللي هي حطها فيه. وهي بتعتمد طبعا زي ما اتفقنا على انها مدعمة بقوة. يعني ان روسيا اللي هي بقول لحضرتك الخبير الرئيسي للمفاعلات الإيرانية، بوتين طلع يطمن نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي بسلمية التحرك النووي
الإيراني. نعم. وهو لا يطمئن من باب الطمأنة الوجدانية أو النفسية، لا ده هو بيطمئن وهو متأكد تماما من صدقية ما يقول. يعني هو يعني بالبلد كده ما بيكذبش يعني. ده احنا اللي ايه ده احنا المهيمنين على المشروع. طيب هو يعني ده هيوصلنا للدور الإقليمي للدول اللي موجودة في الشرق الأوسط. نعم. اللي بتلعب دور رمانة الميزان. نعم. وتحديدا هنا أقصد القاهرة والرياض. نعم. العاهل السعودي كان مؤخرا في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، وكان في اتجاه أمريكي بأن يعني دول الخليج يكون لها اتجاه آخر مع إيران، ويعني نوع من أنواع التهدئة للأوضاع ما بين إيران والخليج العربي. وفي نفس الوقت مصر كقوة إقليمية كبرى للعالم العربي والعالم الإسلامي، هنا التحالف اللي حضرتك شايفه ده أو القوة المصرية السعودية كرمانة ميزان أمام هذه نعم. القوة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، القوة النووية الإسرائيلية يعني هنا الناحية الثانية. نعم. اللي فيها طبعا برضو بعد مذهبي في إيران. أكيد أكيد. لا هو شوف حضرتك، هو يعني حضرتك لمست نقطتين مهمتين. النقطة الأولانية فيما يتعلق بقوة اللي حضرتك يعني تفضلت وسميتها برمانة الميزان، وهذه حقيقة فيما يتعلق بالصراع الإقليمي. بدأت فكرة تنامي التسليح، ودي نقطة قلقت اللي هو سباق التسلح. نعم. يعني الرياض بدأت تشتري أسلحة، بقية دول الخليج، مصر لها ارتباطات، إسرائيل نفسها أخذت كترضية العديد من الأسلحة المتقدمة. نعم. وهكذا. فده جانب. لكن في المقابل البعض بيقول ايه؟ ما هو النظرة المتشائمة على طول الخط احيانا تقابلها نظرة بيقولوا والله طب ما في هذه الحالة إذا حدث نوع من أنواع هدوء الأحوال المؤقت حتى في المنطقة بسد ذريعة الجانب النووي بالنسبة لإيران، ربما ده يؤدي إلى حالة من حالات الاستقرار الداخلي في إيران. لأن اللي انطرح في المعاهدة دي عجبني، أو الاتفاق ده عجبني فيه تعبير تحليلي قالوا أحد المحللين، قال إن دي سياسة سقف مقابل سقف. يعني تخفيض سقف الطموحات النووية الإيرانية مقابل تخفيض سقف العقوبات الاقتصادية. أيوة. وده هينعكس على برلمان فبراير 2016. نعم. اللي إيران هتبتدي بتجهيز ده هيحصل، هيؤدي إلى إيه؟ إلى تهدئة الصراع المذهبي اللي كان إيران من خلاله بتحاول تتدخل في دول الجوار. كويس؟ نعم. لأني ما عنديش مدعاة هنا غير إن أنا ألعب بورقة القوة الدفاعية. فأنا مدام عندي استابيليتي وعندي استقرار في بلدي، ودول الجوار نفس الحكاية، قد تخف إلى حد كبير، وده مهم جدا، الصراعات المذهبية. قد يرتفع سباق التسلح بحيث يبقى فيه هنا حالة من حالات. أصل أحيانا إيه؟ كلما امتلكت القوة الدفاعية الكفيلة بتأمينك داخل حدودك، كلما أدى هذا الأمر إلى حالة من حالات التوازن غير المنظور بين القوى المتصارعة. يعني يمكن مش باقي لنا وقت كبير يا دكتور، فمش عايز أفوت هذه النقطة، وهي إزاي بتنظر لطبيعة العلاقة ما بين القاهرة وتل أبيب والقاهرة وطهران، في ظل أن هناك حالة شعبية من يعني عدم الرضا عن السياسات العدائية، ويعني السياسات اللي بتجد في الشارع العربي والشارع المصري رفض كبير. نعم. يعني هنا العلاقة اللي بتربط القاهرة تل أبيب، القاهرة طهران، في ظل يعني اللي احنا بنتمناه من وجود توازن للقوى لصالح منطقة الشرق الأوسط. هو شوف حضرتك، أنا أتمنى الحقيقة أن العلاقات المصرية الإيرانية تعود لسابق عهدها
فيما يتعلق بالتنسيق. احنا تركنا الحقيقه في فتره من فترات ايام العهد المباركي ورقه ايران لتركيا، وتراجع دورنا مثلما تراجع في اماكن كثيره. صحيح. افريقيا واسيويا. طبعا ما فيش كلام. السياسه الخارجيه المصريه انا اتمنى الحقيقه ان مصر تسترد عافيتها كقوه اقليميه حقيقيه في المنطقه بالنسبه لايران، لان ده هيبقى في قيمه موجبه لوسائل الضغط هذه الكيانات الاقليميه، او بنقول عليها القوى الاقليميه العظمى بالنسبه للدول الكبرى او في التعامل مع الدول الكبرى. بالنسبه لاسرائيل احنا المفروض بيحكمنا بينها معاهده، بتحكمنا علاقات متذبذبه صحيح، لكن في ظل الوضع الحالي هو ده المتاح. شريطه ان انت لا يمكن بحال من الاحوال ان تجعل من الاخرين يعترفون لك بقدرك وقيمتك، لان ورقه التاريخ لا تسد الرمق هنا طبعا. ولكن لا هي دلوقتي ميزان القوى الان ومدى قوتي ومدى انا شايف الحقيقه قدرتي على التفاوض. ان تحرك السياسه المصريه الخارجيه اللي هو بادئ من اطراف العالم لحد ما هيوصل للقلب، اعتقد ان ده هيلعب دور كبير جدا في مش بس استعاده التوازن، لا وان مصر احيانا يبقى لها الابر هاند او اليد العليا في كثير من التوجهات في المنطقة. ده ربما ياخد لكن وقت. المهم ان احنا نبقى عارفين في علاقتنا يعني احنا كمصر او العالم العربي او العالم الاسلامي، نبقى عارفين ايه طبيعة العلاقات الاسرائيلية الايرانية، ولا ننخدع بالنبرة العدائية ما بينهم، لان يعني لغة المصالح بينهم كثيرة جدا. المسألة دي لا يمكن بحال من الاحوال ان يغفلها أهل السياسة، لكن زي ما بقول لحضرتك أنت تتعامل أحيانا باتفاقيات وتعاملات آنية ولحظية بنت المرحلة، وأحيانا تتعامل برؤى استراتيجية مستقبلية. وأنا أتصور الخارجية المصرية لديها من النضج والرؤية شيء الكثير اللي ممكن طبعا تعمل هذا التوازن أو الضفيرة اللي هي تحافظ على القوى الإقليمية المصرية دون المساس بالمربعات الخاصة بالآخرين. وأعتقد أن التوازن ده ربما ينعكس بالإيجاب على وتيرة الصراع اللي في العالم اللي بتتخذ أحيانا في القوى الإقليمية الصغرى بمثابة مخالب قط لمصلحة الكبار. يعني شرفتنا دكتور حسن، وشكرا يعني الإضافات المتميزة والطرح المهم اللي حضرتك قلته لنا النهارده. الله يخليك، يعني خبرة تاريخية من واقع يعني التخصص كأستاذ للحضارة المصرية القديمة، وصولا لرؤية سياسية للواقع الآن. أستاذ دكتور يعني حسن السعدي، حضرتك شرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا لتواجد حضرتك معنا. كل متابعينا بنشكركم لحسن المتابعة لهذه الحلقة من خط أزرق. اللقاء متجدد الجمعة القادمة إن شاء الله، وخط أزرق جديد.